مساء الفل، عاملين ايه؟ اتمنى ان تكونوا كلكم بخير. وانا لازم اشكر الناس اللي كتبت لي كومنتس حلوه قوي. على فكره انا بشوفها ورديت على كله، فبجد انتوا اول ناس تشجعوني، فبجد انا ابريشيتد جدا الناس ديت في الاول. فبجد شكرا جدا جدا ليكم انكم بتشوفوني كده. فان شاء الله هكمل وبيكم نشجع بعض باذن الله. يعني انا فاتحه الفيديو دوت ممكن يكون اقل فيديو 3 دقايق بالكتير جدا. عايزه اقول لكم تركزوا على 3 حاجات لو انتوا في العشرينات او اكبر كمان. اقول لكم على 3 حاجات ركزوا عليها قوي، خصوصا ان انا لسه جايه من حاجه مهمه قوي هقول لكم عليها في بارت 2 ان شاء الله. فده يكون بارت 1 وبارت 2 جاي ان شاء الله في الطريق في الرحله معانا. اول حاجه تركزوا عليها، انت محتاج انك تطور من نفسك بنفسك. يعني ايه؟ يعني انا ازاي اطور من نفسي، او انا ازاي ابدا في الطريق. مثلا سواء انت في اعلام او في التجاره او في anyway المجال بتاعك، ازاي تطور نفسك فيه. انت تركز على الكورسات اللي حتى مجانيه زي كورسي. في كذا كورسات مجانيه، في كذا كورس انت ينفع ان انت تستفيد منه. مش لازم ان انت تنزل تاخده ومواصلات ويضيع لك وقت بقى وكده. في حاجات من البيت، وطبعا اولهم اليوتيوب ده. فانت ممكن تكتب عليه اي حاجه هتعرف عنها كل حاجه. تكتب عنه اي حاجه هتعرف عنه كل حاجه. فاول حاجه انت هتطور من نفسك بنفسك. اسهل طريقه انت عايز تتعلمها هو اليوتيوب دلوقتي، وكل حاجه بجد. ولو في اي اسئله انتوا حابين ان انتوا تسالوها عن حوار الكورسات او ازاي تقدموا او ازاي تقدموا في تدريبات عموما ليها علاقه بالتصوير او ليها علاقه بالاعلام، لان هو ده مجالي اصلا، يعني من عينيا الاتنين اكيد هقول لكم، واكيد اديكم تجربتي كمان. الحاجه التانية يا جماعه، احنا محتاجين شويه اصرار وشويه استمرار. اصرار واستمرار. لما بنستمر على الحاجه، او لما بنبقى عايزين ان احنا نعمل الحاجه دي بعزيمه جدا وعندنا اراده اللي احنا عايزين نكمل في الحاجه ديت، اكيد بيجي بعديها الاستمرار اهم حاجه يا جماعه. مفيش حد وصل كده من day one. absolutely no. فاهم حاجه يا جماعه ان انتوا تستمروا على الحاجات اللي انتوا بتعملوها. انت بتدرس مثلا لغه جديده، اكيد مش هتتعلمها في يوم وليله نهائي. فانت لازم ان انت تستمر عليها. انت تتدرب مع نفسك كتير، سواء رايتنج او ريدنج. لو مثلا زي ما قلت لكم بتتعلموا لغه جديده، مهاره جديده زي المونتاج، التصوير، انت تستمر على الحاجه وتعرف عنها كل حاجه. يعني انت دلوقتي بتدرس زي ما قلت لكم لغه جديده، لازم تعرف كل حاجه عن اللغه دي، الجرامر، ريدنج، رايتنج، كل حاجه. تعرف حاجه عن التصوير لازم تدرسه، لازم تعرف التصوير. مش زي ما بيقولوا تكت زرار وكاميرا وتيك وخلاص، لا، هو الموضوع ابدا مش كده، ابدا خالص مش كده. فاتمنى ان انتوا لما تركزوا على الحاجه دي وتعرفوها كويس جدا من جوه من ديب بقى، من جوه العمق بقى كده، اكيد هتوصلوا لحاجه كويسه. تالت حاجه والاخيره يا جماعه، صدقوا نفسكم وتخيلوا انكم انتوا وصلتوا لهدفكم ايا كان ايه هو. ايا كان، لو هو مستحيل زي ما انتوا بتقولوا في الاول مفيش حاجه اسمها مستحيل، وانا يعني دي اصلا مش في بالي خالص، مش مايند سيت خالص بتاعي ان في حاجه اسمها مستحيل. كل حاجه ممكن ان شاء الله يعني باراده ربنا. فانت لازم ان انتوا تصدقوا نفسكم وتعرفوا ان انتوا قادرين ان انتوا تعملوا الحاجه دي، وتتخيلوا نفسكم ان انتوا وصلتوها. بجد الحوار ده لو عملتوه ان شاء الله هكلمكم في بارت 2. ممكن اعمل فيديو صغير عن الفيجن بورد. يعني ايه فيجن بورد؟ يعني انت تخيل نفسك ان انت وصلت لحاجه لهدفك، او انت عايز مثلا تكون موديل، مذيعه، تصوير، anyway انت متخيل نفسك في ايه بالظبط، شغلانه ايه، او نفسك انت شخصيا ايه. ممكن تعملوا حاجه كده لذيذه قوي. انا عملتها طولت اكتر من 3 دقايق بصراحه. كنتش متخيله انا هرغي كل الرغي ده، ولكن يعني نختصر كل 3 نقط اللي انا قلتها دي. اول حاجه انك انت تركز على الحاجه اللي انت بتعملها سواء في مجالك او حاجه حابب اللي انت تكتسبها. تاني حاجه الاستمرار والاصرار على الحاجه اللي انت بتعملها. تالت حاجه واخرهم ان انت تصدق نفسك وتخيل نفسك اللي انت وصلت للشيء ده.
تمام. بس كده، فان شاء الله خير وكلكم يا رب توصلوا للي انتوا عايزينه. صدقوا نفسكم لانكم تستحقوا ده يا جماعه. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. شكرا تاني مره على الكومنتس وعلى الكومنتس اللي هتجيلي ان شاء الله في الفيديو دوت، وانا تحت امركم في اي سؤال سيبهولي في الكومنتس وانا هرد عليه. ثانك يو سو ماتش. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.